عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير النهارده ان شاء الله. جايبه لكم سلحفاة ميمو اهي. هي نايمه ماشي، انا مهمة ماشي. فدلوقتي كده حبيت ان انا اعمل فيديوهات عن ازاي نربي سلحفاة، والنهارده هعرفكم ازاي. طبعا اول حاجه اقول لكم بس شويه حاجات، يعني اللي عنده اخ صغنون مثلا عنده سنه او سنتين، عشان تكونوا واخدين بالكم انه ممكن يأذيها بحاجات كتير ومحدش يقول. يعني في انواع يقدروا يستحملوا، اللي عنده اخ عنده سنه، السنه ده ممكن يموتها لك، انما اللي فيه السلقاطه الكبيره دي وغير المصريه، طبعا دي مصريه ما ينفعش يعني. فدي عشان دي مش هتقدر تستحمل البيبي الصغير اللي يجي مثلا يهبدها على الارض. يعني انا بصوا كذا مرة تتهبد مني، شايفين؟ بصوا في حتة مكسورة اهي، شايفينها ازاي اهي؟ عمي هبدها على الارض فالحتة دي راحت مكسورة. يعني دي عشان هي لسه صغيرة وكمان مش كبيرة، يعني مش كبيرة زي السلقاطة او كده. فالأحسن تجيبوا نوع السلقاطة او اللي هي بتكون يعني اليابانية كده، دي هتكون قوية وهتستحمل معاكو. انما دي مش هتقدر تستحمل. السلقاطة بقى هتستحمل ايه بقى معاكو بالشكل، يعني السلقاطة قوية جدا، بتقدر تستحمل اي هبدات، تمام. وبالذات كمان يعني لو اتهبدت مش هيحصل لها حاجه، تمام. اليابانيه بقى برضو كويسه بس مش كبيره، يعني مش هتكون كبيره زي السلقاطه. يعني اليابانيه برضو حلوه، بس يعني انا بنصح تجيبوا السلقاطه للي عايز، تمام. تاني حاجه، انا باكل سلحفتي ميمو لا عادي باكلها خيار وكوسه، بس هي الصراحه طلعت مش بتحب الكوسه، طلعت بتحب الفينو، تمام. اللي هيستغرب، لا انا كنت باكل سندوتش زيكو زي اي حد كده بيفطر، فحطيته البتاع على اكلها، فضلت تفتح بقها كانت لسه هتاكله، فخلصت لي سندوتش اصلا كله على الفينو، تمام. وهي كمان لسه محمينها بقى عايزه تلعب، تعالوا نوريها لكم. فطبعا نوع لازم تكون السلحفه دي تكون قويه، يعني انتوا شايفين بصوا شايفين الحاجات الموجوده دي عشان تقريبا الهبدات، او ممكن تعرفوا ان دي كده ان هي ما بتاكلش كويس، عندها اقل فيتامين. فطبعا لازم الشمس يا جماعه، كل يوم شمس لازم تكون موجوده. الشمس بتديها فوائد كتيره جدا جدا جدا، بتفيدها لجسمها طبعا، وبتكون يعني بصوا ما شاء الله، يعني هي كده اتحسنت شويه عن الفتره اللي قبلها، تمام. ودي ما كانتش عندها الحاجات اللي انا بوريها لكم دي ما كانتش عندها، تمام. الخطوه التانية بقى هي بتاكل ايه؟ طب هتقولوا لي يا مريم هي بتاكل ايه اصلا؟ يعني عشان لو مثلا حد عايز يشتري واحده، لا انتوا تكونوا عارفين كويس. اول حاجه لو هي صحراويه ما بتشربش ميه بقالها، انا شفت مره ست عندها برضو سلحفة كده، بس تقريبا دي سلقاطة ونوع غير ده، بقالها 9 سنين السلحفة ما بتشربش مية. ودي يعني في انواع سبحان الله كده، وفي كمان سحالف انواعها تانية اللي بتتغذى على اللحم، فدي انواع بتلاقوها برا مصر تماما، تمام. فدي مصرية. بتاكل ايه بقى؟ بتاكل جرجير، خس، بقدونس، فينو زي ما انا قلت لكم. بتاكل فاكهه برضو، بتاكل التوت البري
والحاجات زي كده يعني. انما عمرها ما بتاكل حلويات طبعا او اكل مستوي، تموت فيها يا جماعة، تموت فيها. فللأسف ما حدش يأكلها حاجة يعني اللي بيقولوا وكمان لازم الأكل يكون مغسول كويس. لو ما كانش مغسول للأسف السلحفاة هتموت وهيكون ذنبها في رقبتكم. تمام. فدي الحاجة اللي أنا صراحة حبيت إن أنا أقولها لكم النهاردة. وحاجات كتير لازم كل يوم إن انتوا كمان البريكفاست، هي الصراحة بتحب عندنا البريكفاست جدا. فهي طبعا فطرت او بس احنا دلوقتي كده. وكمان هعرفكم دلوقتي وهأكلها قدامكم عشان تشوفوها ازاي بتاكل. طبعا بصوا ازاي بتلعب. طبعا هي بتلعب وما تخافوش جدا. بصوا فهنا انا مسكها، بصوا قفشتك. بتحب تدخل عشان تبهدل نفسها يعني. طب انت لسه مستحمية دلوقتي؟ انت مين؟ طبعا شقية جدا. في اول مرة يا جماعة كانت لسه ما تعرفنيش خالص. يا لهوي اللي كانت بتعمل تستخبى. وادي الخس هنأكلها دلوقتي. يلا يا عمر تعالى أكلها. طبعا لما كانت في اول مرة يا جماعة ما كانتش بتلعب معانا خالص ولا اي حاجة. لا طبعا ما كانتش بتعمل كده، كانت يا دوبك تدخل جوه قوقعتها قاعدة بس. فكانت خايفة بقى، فتعودت بقى وخدت علينا شوية يعني عقبال ما اتعرفت علينا. ودلوقتي اهي تقريبا هي مش عايزة تاكل. تقريبا هي عايزة تاكل في النور ممكن. تمام. فانا قلت لكم عن نوعين حلوين. دي برضو كويسة جدا. بس دي صغيرة يا جماعة يعني. دي بصوا ما تكفيش يعني قد كف الايد. فهو بصوا يعني هي مش بتكفي قد الايد، واحنا كنا عايزينها قد كف الايد وما كانش فيه خالص، كان كلهم صغننين كده دلوقتي. وكمان ان شاء الله بقى اعمل لكم في فيديو تاني ازاي نعمل لها بيت كده بسيط. انا الصراحه عملت لها بيت هو ده. يعني وفرت يعني اي طبق عندكم اللي هو زي طبق مثلا عندكم من زمان مش محتاجينه وكده بتجيبوا لهم حتى كده. فان شاء الله هبقى كمان اعرفكم ازاي نزينه ونعمل ان شاء الله كده. نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل جديد. وبس باي.